السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من كورة كل يوم. أول كلامنا وخير الكلام صلي على الحبيب قلبك يطيب. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترضيه. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترضيك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترضى بها عنا. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولأصحاب الحقوق علينا. اللهم ارحمنا وارحم مشايخنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بلغ آباءنا وأمهاتنا سلاما منا ورحمة منك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وتجاوز عن سيئاتهم. اللهم فك كرب المكروبين وسد دين المدينين وارزق كل عقيم. اللهم اغفر لإمامنا وشيخنا الإمام الفاضل الشيخ الجليل الشيخ أسامة عبد العظيم محمد حمزة. اللهم اغفر له وارحمه وتجاوز عن سيئاته وادخله فسيح جناتك. اللهم رد القدس إلى أهله. اللهم القدس في حفظك وأمانك، آمين يا رب العالمين. حلقتنا النهاردة عن الأهلي وفيلم التجديد، ومتى يتم دفع غرامة كهرباء. قناة الزمالك وكيد النساء. الأهلي يسحق الزمالك في كرة السلة كبار وصغار. عبد المنعم جاهز للمباريات. متى يعود اليو ديانج ومتى يعود محمود متولي. الزمالك مش لاقي فلوس. صداع في رأس مجلس إدارة الزمالك. ومن هي عروسة أحمد مرتضى منصور، وإلى أين وصلت مفاوضات إمام عاشور. تصريح أسامة نبيه عن تجديد إمام عاشور. يناير 24 من حق إمام التوقيع لأي نادي مجانا. نبدأ حلقتنا وفيلم جديد على كل القنوات إن الأهلي مش هيجدد للأربع لعيبة اللي هتنتهي عقودهم السنة الجاية، مش السنة دي. الأربع لعيبة حسين الشحات ومحمد هاني وياسر إبراهيم وموضوع كهرباء. الأهلي يجهز العقود والأربع لعيبة مكملين مع النادي الأهلي، بس الأمور التفاوضية هتنتهي بعد أخذ رأي مارسيل كولر، سواء ان اللعيبه دي هو محتاجهم وهيكملوا معاه ولا مش محتاجهم ومش هيكملوا معاه. اللعيب الرابع رامي ربيعه، ياسر ابراهيم ورامي ربيعه وحسين الشحات ومحمد هاني. الاربع لعيبه، وغالبا الاربع لعيبه النادي الاهلي الاداره مستقره على التجديد ليهم، ولو مارسيل كولر مش محتاج حد منهم هيخرجوا على سبيل الاعاره لاي ظرف من الظروف او اي طارئ من يطرق في الدنيا مع النادي الاهلي. النادي الاهلي فلوس غرامة كهرباء جاهزة. الفلوس اللي بتبلغ حوالي 27 مليون جنيه. 27 مليون جنيه اللي هي المليون دولار الغرامة اللي على كهرباء، وحوالي 200 ألف دولار الفوائد. فلوس جاهزة وفي انتظار سددها لنادي الزمالك، بس النادي الأهلي مستني لآخر لحظة. الزمالك عنده أزمة طاحنة مالية، أو جايز الزمالك هو بيطلع وبيصرح بكده، لأن كل فلوس الدولة مسخرة لخدمة نادي الزمالك. ففلوس كهرباء محدش يقلق منها، هتدفع. احنا ما فيش عندنا مباريات. أول مباراة عندنا يوم 27، وأول مباراة في الدوري يوم 2/12. قبل كده هتكون فلوس غرامة كهرباء تم سددها. قناة الزمالك وكده النساء طلعوا في قناة الزمالك وعلى السوشيال ميديا الزملكاوية بيتكلموا على صورة الخطيب مع مجلس إدارته والابتسامات اللي موجودة فيها، إن الصورة دي طالعة عشان خاطر يكيدوا الزمالك ومجلس إدارة الزمالك. طب هو مجلس إدارة النادي الأهلي طالع يكيد الزمالك في إيه؟ ناس بتحب رئيس مجلس إدارتها وبتحتفل بيه بعد عودته من رحلة علاج استمرت ما يقارب 40 يوم. صعبان عليكم ان الراجل الناس بتحبه؟ هو ده اللي مضايقكم؟ هو ده اللي مضايق مجلس اداره مضايق مجلس اداره نادي الزمالك ومرتضى منصور وهزاز الرؤوس وخالد الغندور؟ هو ده اللي مضايقكم؟ هو للدرجه دي محمود الخطيب عامل لكم حرقان؟
هو للدرجة دي صاحب معهد التعاون واللي واخد بكالوريوس معهد التعاون عامل قلقان لأصغر مؤلف قانون في مصر؟ ده انت أسطورة يا راجل. الأهلي يصعق الزمالك في كرة السلة ويبين فشل مجلس إدارة نادي الزمالك في كرة الصالات هذا الموسم. زي الزمالك من السنة اللي فاتت وقبل اللي فاتت وهو بيقع في كرة الصالات، دخلوا بكل قوتهم بمساعدة الاتحادات المصرية وخاصة اتحاد الكرة الطايرة وكرة اليد عشان خاطر الزمالك ياخد بطولة كرة اليد وكرة الطايرة بمساعدة الاتحادات المصرية. والزمالك بعد ما كان السادس في الكرة الطايرة السنة اللي فاتت خد الدوري بالثلاث لعيبة اللي هم 2 محترفين ورضا هيكل اللي اشتراهم وكلفوا خزنة الزمالك ما يقارب 1,500,000 دولار. وقدر الزمالك انه ياخد الطايرة وياخد الكاس، بس لما جه عشان يلعب في بطولة افريقيا لقى انه مش هيلعب بالمحترفين، رفض وخاف من الفضيحة الكبرى وما لعبش في البطولة، والاهلي خد بطولة افريقيا. النادي الاهلي في اول مواجهات دور نصف النهائي ما بينه وما بين الزمالك في دوري المرتبط، الاهلي يفوز على الزمالك في الصغار 62 34 وفي الكبار 71 63. عندهم لقاء يوم الجمعة، الاهلي مش محتاج غير انه يفوز في مباراة واحدة فقط سواء الصغار او الكبار. الصغار مباراتهم محسومة مع نادي الزمالك اللي اشبه نادي الزمالك في خبر تاني. كرة الصالات بتهدد مسيرة مجلس إدارة نادي الزمالك اللي أعهد اللي أدى العهدة كلها لرعاية كرة الصالات لأحمد مرتضى منصور، اللي جه على الأخضر ولحد ما بقت يابسة وناشفة على الآخر وصرف فلوس بالعبيط عشان يجيب صفقات وفي الآخر النتيجة صفر. كرة السلة اللي الزمالك صرف عليها ملايين وجاب لاعبات من النادي الأهلي عشان خاطر ياخد البطولة. تخيل نادي الزمالك حقق المركز الكام؟ المركز نادي الزمالك كان في المركز ال 11 بعد اتصالات، بعد المصرية للاتصالات الزمالك في المركز ال 11. الأهلي حقق بطولة دوري المرتبط لكرة السلة للسيدات وفاز بالمركز الأول عقب تغلبه على سموحة. فرق كتيرة قبل نادي الزمالك وفرق ملهاش تاريخ في كرة السلة قبل نادي الزمالك. أدي أول قلم خدوا مجلس إدارة نادي الزمالك. تاني قلم كانت مباراة السلة في دور نصف النهائي لدوري المرتبط. اوجست بوش المدير الفني للنادي الاهلي تلاعب باحمد مرعي وفريق نادي الزمالك. احمد مرعي مدرب قدير عامل مع فرقة الزمالك مجهود كبير جدا وهو اللي موقفهم على رجليهم للحاله دي، بس الزمالك ما عندوش البدل. الزمالك اللي عنده تقدر تلعبه ال 20 دقيقه الاولانيه بس، بعد كده اللعيبه بتقع بدنيا. بعد شوط اولاني فتره اولى وفتره تانية كان في صراع على الكوره وخناقه، الحكام ما بتحسبش حاجه، بتحسب اللمسه على النادي الاهلي وفي صالح النادي الاهلي ما بتحسبش حاجه، بس قدر لعيبه النادي الاهلي ان هم في الشوط الثالث والرابع يحسبوا المباراه ويخلصوها. الزمالك دخل الشوط الثاني في الفترة الثالثة وهو متفوق على النادي الأهلي بفرق 6 بونت، الأهلي جابهم في 30 ثانية، اتعادل 40-40. بعد الزمالك كده اتقدم 42-40 والأهلي طلع 43-42، ومن ساعتها الزمالك ما شافش ولا تعادل ولا تقدم. بعد ما خلصت مباراة السلة الأهلي قابل الزمالك في كرة تنس الطاولة، وفي 4 مباريات في 4 بطولات لنهائيات الأهلي فاز على الزمالك في ال4 بطولات وحقق المركز الأول والزمالك خسر. امتى يرجع اليو ديانج المصاب بنزلة برد وهيعود غالبا للتدريبات بكره ان شاء الله الجمعه، هيكون اليو ديانج في التدريبات. محمود متولي اصابته تنتهي الاستشفاء بتاعها في 7/12، يعني فاضل له حوالي اسبوعين ويكون جاهز للملعب. ممكن النادي الاهلي يديله راحه كمان. النادي الاهلي مش هيستعجل على عودة محمود متولي، هيديله اطول فترة راحة ممكن ان هو يقدر يرجعها عشان يبدأ معاه تاني الحمل التدريبي بالتدريج وما يوصلش لحالات التمزق زي ما اسبي طاير
المنظمة القطرية للعلاج الطبيعي ادت له البرنامج العلاجي بتاعه، وزي ما هو ماشي عليه لحد دلوقتي الحمد لله بنسبة كبيرة جدا. محمود متولي هيكمل، والنادي الأهلي بيفكر في تجديد التعاقد مع محمود متولي ورفع تعاقده في حالة ثباته على هذا المستوى وعدم تعرضه لإصابات مجددا. محمد عبد المنعم خلاص، هو المفروض ان محمد عبد المنعم يلعب بالقناع، بس يلعب بالقناع، بس محمد عبد المنعم الماسك اللي بيلبسه على وشه دوت بيحس ان هو خانقه وما بيقدرش ان هو يلعب بيه، فعشان كده محمد عبد المنعم بيتخنق منه ومش عايز يلعب بيه. بس مارسيل كولر هيشرط عليه انه لا يلعب بالقناع، لا مش هينزل الملعب غير لما يتم التئام الجرح اللي في انفه بالكامل. صداع في رأس مجلس إدارة نادي الزمالك. أين الفلوس؟ انت بتقول انت ما معكش فلوس وان ارصدتك محجوز عليها. طب انت جبت اللعيبه اللي اشتريتها في السله وفي الطايره وفي القدم وفي الهاندبول منين؟ دفعت الملايين دي كلها منين؟ اللعيبه المحترفه اللي جبتهم في السله والطايره ومشيوا وسابوك دفعت مقدمات تعاقدهم منين؟ تمام، هقول لك انت فين فلوس العضويات الجديده اللي قيمه العضويه الواحده 250 الف جنيه؟ فين الفلوس دي بتروح فين؟ فين فلوس الرعايه اللي انت خدتها مقدما من برزنتيشن 100 مليون جنيه وديتها فين؟ صرفتها فين؟ فين فلوس الاعلانات اللي على سور نادي الزمالك بتوديها فين؟ بتصرفها في ايه؟ فين الفلوس اللي بتاخدها من اليمين ومن الشمال وما بتعملش حاجه؟ فين فلوس فرع اكتوبر اللي قلت هتشتغل وهتعمل الاستاد وما فيهوش غير اليافطه اللي عليها اسم اشرف صبحي ولا كان خالد عبد العزيز يا ربي، وتم تاكلها بفعل العوامل الطبيعيه والحيوانات الضاله. كل الفلوس دي راحت فين وانت بتصرف منين وانت ما عندكش ارصده؟ فين المليون دولار بتوع كاس لوسيل وديتهم فين وصرفتهم على مين؟ فين الأربعة مليون دولار بتوع مصطفى محمد آسف اللي خدتهم من الفريق التركي؟ وفين فين الفلوس اللي خدتها من الاتحاد الافريقي نظير خروجك من دور المجموعات في بطولة افريقيا العام الماضي؟ وديت الفلوس دي فين وصرفتها فين وانت ما بتجيبش حكام اجانب عشان نقول ان انت بتصرفها على عمله صعبه؟ فين فلوس لعيبه اللي انت طلعتها اعارات؟ فين فلوس اللعيبه اللي انت بعتها؟ ما جبتش منها ولا جنيه، وطالع وبتقول انا مديون انا معيش. ولا هو السيستم اللي انت طالع وبتتكلم عليه دوت عشان خاطر ال 150 مليون جنيه اللي جايين لك غرامه بتوع باتشيكو وخالد بوطيب والفرقة اللي كان بيلعب فيها شيكابالا؟ خلال 45 يوم هيتوقف قيد نادي الزمالك فترتين وتخصم 6 نقاط وسداد 150 مليون جنيه وسلم لي على الطرمان. يا ترى احمد مرتضى لما مسك فرق الصالات عمل ايه؟ احمد مرتضى وصل عقد لعيبه الكره الطايره وكره السله اللي كان اعظم عقد لاعظم لعيبه بيعمل 250 الف جنيه في السنه، خدهم وخد لعيبه وصلها لعيبات وصلهم ل 3 مليون جنيه. مريم مصطفى بنت هناء حمزه خدت 3 مليون جنيه. عروسه احمد مرتضى اللي بتلعب في لعبه جماعيه اللي اشتراها بعقد بقيمته 3 مليون ونص اعلى من عقد قيمه امام عاشور، وفي الاخر الدنيا هربت منك وباظت منك وما بقاش معاك فلوس، واللعيبه اللي انت جبتها ما حققتلكش بطولات وبتخرج من ادوار تمهيديه وبتعمل نتائج صعبه. هنشوف النهايه هتكون ايه في نهايه دوري الصالات هذا الموسم، وهنشوف الزمالك اخباره ايه. امام عاشور، إلى أين وصلت مفاوضات نادي الزمالك مع إمام عاشور؟ طلع أسامة نبيه وفضح المكشوف وغلط سواء بقصد أو بدون قصد عن تجديد المفاوضات مع إمام عاشور. ما جابش سيرة إن الصبغة اللي إمام عاشور صبغها على شعره هي السبب في الخلاف اللي حصل. لا، الخلاف اللي حصل نتيجة ان امير مرتضى لما قعد مع امام عاشور وقال له 8 مليون جنيه ايه اللي انت عايز تاخدهم؟ قال له ال 8 مليون دي كانت زمان
قال له امال انت عايز كام؟ قال له بعدين ابقى اقول لك. وصل المبلغ ل 20 مليون في اول سنه، و22 ونص في الثانيه، و25 في الثالثه. ورجع امير مرتضى رفض، ورجع امام عاشور بيلوح بعروض خارجيه يتم توقيعها في يناير، والزمالك اقصى قيمه هياخدها في عقد بيع امام عاشور $1,000,000، لان امام عاشور يحق له التوقيع مجانا يناير 24. فاي نادي هيشتري عقد امام عاشور بيشتريه لمدة سنة واحدة. خلصت حلقتنا، ما خلصتش اخبارنا. استنونا في حلقات جديدة، وكل يوم عندنا جديد. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.